السلام عليكم. النهاردة هنعمل رز مبوخ، أكلة يعني ليبية. حطينا هنا حلة على النار فيها زيت، بعدين بصلة مفرومة هنزل بيها على الزيت، شوية تدبل بس البصلة، وبعدين بعدين هنا بقى حسب الرغبة، يعني أنا حاطة لحمة، وعندي فيه بنتي الصغيرة ما تحبش اللحمة، يعني لسه صغيرة تاكل، عاملة لها دبوس فرخة يعني. بعدين هنا نديلها تقلبتين شوية، هنا انزل البهارات، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة ملح، نص معلقة بابريكا، بعدين اديلها تقلبتين، نص معلقة توابل اللحمة اللي هي 7 بهارات أو زي ما بيسموها يعني، هنا بيسموها حرارات في ليبيا يعني. هنا حطيت حلة على النار، هي هنا بيسموها في ليبيا كسكاس، زي المصفى كده من فوق، ومن تحت فيها المية، وتحط الرز عليها يتبوخ، يعني الرز بيطيب على الحلة دي. بعدين فضيت طماطم معصراها في الخلاط، قيمة 4 طماطميات، معلقتين صلصة، بعدين الرز بحط له معلقتين مغرفتين من الطبيخة اللي هي بتاعت مرقة اللحمة، شوية ياخد لون، بس هو في الطبيعة يعني بيبقى أحمر شوية عن كده، لكن احنا ما بنحبوش أحمر، ما بنحبش حتى نحط عليه توابل يعني. بيتحط له هو حرارات اللي هي 7 بهارات، وفي اللي بيحط له قرفة على حسب يعني، لكن احنا ما بنحطش فيه صراحة. بعدين هنزل بالخضار بأي نوع خضار انت عندك، هو ده انا فيه بيتعمل بطريقتين، فيه بالبصل والحمص، وفيه بالخضار. الخضار اللي موجود عندك، انا حاطه فيه كوسة وجزر وبطاطس. بعدين خلاص هو طاب الرز، هنفضي بقى نغرف، هنحط الرز تحت، فوق منه بقى هنحط الخضرة واللحمة والدجاج اللي عملناه. ده انا عملت معاه جنب منه طبق سلطة، مخلل خيار وجرجير، على حسب اللي موجود عندك وانت بتحبي ايه يعني. تشكيل يعني، بدل مثلا ما نعمل شوربة وبسلة وحاجات من ديت، يعني تغيير في الأكل يعني كل يوم. هنا زينته ببطاطس مقلية وفلفل مقلي وخلاص.